يا صباح الخير. الأرق والصيام ما ينفعوش مع بعض خالص، ونقول الحمد لله. أهلا بيكم في روتين الخميس. النهاردة 6 رمضان، عدى أسبوع كامل من رمضان. ربنا يا رب يكمل لنا الشهر على خير، وكل سنة وانتم طيبين. آخر يوم في الأسبوع الروتين التنظيف بتاعي بتاع البيت علشان استقبل نهاية الأسبوع اللي هو من أول الجمعة كده على خير ونظافة إن شاء الله، ميبقاش ورايا أي حاجة. أول حاجة بعملها أول ما بصحى بشغل الغسالة لو عندي غسيل، علشان الغسيل يبقى موجود على المنشر طول اليوم في الشمس، واخر اليوم ألمه واطبقه ويروح مكانه. وبعدين قريت الورد بتاعي، وبعدين بدأت ان انا كان عندي جلاش، قلت اعمل جلاش حلو في اول اليوم كده قبل ما ابدأ التنظيفات العميقة بتاعتي. الجلاش طلع تحفة ما شاء الله. هنزل لكم فيديو مخصوص ليه لوحده بعد الفيديو ده ان شاء الله. بعد ما خلصته بدأت كده ان انا ابدأ شغل في المطبخ. الاول في العادي ببدأ من الصالة، بس علشان مكان ما عملت الجلاش وكده الدنيا كانت متبهدلة شوية، فقلت اخلص المطبخ كله الاول. طبعا من اخر مرة نضفت تنظيف عميق معاكم للمطبخ بيبقى ايدي طبعا فيه رخامة وكل الحاجات اللي من بره، بس يعني ما كنتش بدعك مثلا رخامة كويس، الدواليب كانت عايزة تتمسح، البوتاجاز كان محتاج تنظيفة عميقة. فبعد بقى الفترة اللي عدت ديت واكل وتنظيفات رمضان والكلام ده كله، بدأت بقى ان انا الاول اخلص كل المواعين اللي في الحوض، علشان لو طلعلي اي مواعين تانية مثلا وانا بنضف التلاجة او بعمل اي حاجة يبقى الحوض عندي فاضي، وابتدي بقى ايه اشطبه كده واغسل الرخامة واظبط الدنيا مع بعض. بصوا الجوانتي اللي انا بغسل بيه المواعين ده اللي هو الجوانتي السلك اللي نازل جديد، اللي هو منه فيه يعني هو حلو من جوه، كمان فيه مشمع علشان لو مش حابة المية توصل لايديكي او دهن ايديكي او ايا كان، مش حابة مثلا الصابون يبقي على جلدك او كده، فهو من جوه فيه مشمع ومن بره هو منه فيه ليفة وسلك مع بعض. بس طبعا الحاجات يعني المعالق الكوبايات الاطباق مش هيدعك حلة مثلا محروقة او كده يعني، فهو حلو اصلا وسعره كويس جدا، كان تقريبا ب15 جنيه، فلطيف. والسلكة بتاعته اللي هي شبهه، الليفة اللي هي السلك دي برضو حلوة قوي، احسن من الليفة العادية لانها ما فيهاش سفنجة مثلا هتلم بقى جراثيم وميكروبات مع الوقت وتعمل ريحة وحشة. لا، هي مجرد ما بتغسلي بتخلصي اللي وراكي بتشطفيها وتسيبيها بتنشف على طول، لان هي اصلا تعتبر كلها خروم كده وحلوة الصراحة، جميلة جدا يعني بالنسبة لي. كمان هي حلوة اكتر من الجوانتي اللي هو من نفس الخامة بتاعتها. قلت اوضح لكم الفرق بين الاتنين لان هما كانوا مشهورين شوية على النت وفي المحلات، لو حد يعني حابب يجيبهم يبقى عارف يعني ما يخافش او كده، هم سعرهم اصلا بسيط جدا وبصراحة حلوين. خلصت المواعين كلها الحمد لله، ودعكت الرخامة كويس جدا، والحوض بقى زي الفل وبيبرق كمان دعكته. بدأت بقى ان انا ألمع وحدات المطبخ كلها من بره، لان هي طبعا مكان الفتح والقفل والبخار والحاجات دي كلها بتبصم وبتعمل يعني بتسيب بقع خفيفة كده. انا بدعكه مرة اسبوعيا، ما بسيبوش اكتر من كده علشان احافظ على لونه وعلى لمعته وان هو يفضل بقى فترة كبيرة عايش يعني. بلاقي ناس يعني سايبين مطابخهم بتبقى بتتراكم عليها الدهون بعد كده، لو مهما عملتوا ايه حتى لو باور مش هيطلعها، فهو يعني ما بياخدش 10 دقايق مرة واحدة في الأسبوع. خلصت ومسحت التلاجة كويس جدا من جوه من بره الحمد لله، وبعدين كنست المطبخ وشلت السجادة بتاعته ونضفتها ونفضتها، وبدأت بقى أسيق. المنتجات اللي صورتها لكم ديت كنا جايبينها مع بعض المرة اللي فاتت في آخر فيديو، المشتريات وجربتها وحلوة جدا، والعطر اللي في الآخر ده بحطه علشان يزود لي الريحة كده، فبخلي الريحة كده مركزة وجميلة. وطبعا بعد ما بخلص لازم ارش بقى المعطر في المكان اللي انا خلصته، علشان بصوا كده الدنيا تبقى رايقة كده ولطيفة، والبوتاجاز كان بيلمع وبقى قشطة. سبته بقى علشان هندخله اخر اليوم نعمل الغدا على نظافة كده الفطار. دخلت بقى الصالة لمعت كل حاجة موجودة عندي، مسحت تحتيها وفوقيها وجواها وكل حاجة. لو بعد ما عملته تنظيف عميق للبيت وسبتوه زي ما هو كده استسهلته يعني وكبرته لحد اخر رمضان مثلا تقولوا هننضف على العيد تاني او كده، بجد انتوا كده بتعملوا ازمة في نفسكوا يعني. طب وليه؟ طب ما لو خليتي ايدك في البيت مرة حتى اسبوعيا تنضفي وتعيدي ترتيب اللي انت عملتيه، هتلاقي الدنيا معاكي بقت نظيفة وبيتك رايق، ومش هتحتاجي تعملي تنظيفة عميقة على العيد ولا حاجة ان شاء الله. بالترتيب كده اول حاجة بعملها ان انا بلمع كل الاسطح وكل الديكورات وكل حاجة من جوه من بره عندي، وابتدي انفض الكنب وامسح الخشب
بتاعه وارجع بقى كل الحاجات دي مكانها لو شلت حاجة من مكانها. وبعد كده يعني بعد ما لمعت الخشب والمرايات والديكورات وكل الحاجات دي بشغل بقى المكنسة، اشيل كل المشايات والسجادات الصغيرة اللي بتتشال واشغل المكنسة. واخر مرحلة بقى بالنسبة لي بتبقى اللي هو المسح او التسييق، علشان وانا بنضف وبنفض الفرش والحاجات دي كلها لو في شعرايه، لو في مثلا حبايه رز هنا ولا بواقي مش عارف ايه، كل حاجه تقع على الارض. فالتسييق والكنس اخر مرحلتين بيلموا الدنيا. وانا بنضف كده اي حاجه مش في مكانها نرجعها مكانها على طول. معاكي الدنيا بقت رايقه ونضيفه اول باول، ومش هتجهدي نفسك مره واحده خالص، بالعكس يعني الموضوع هيبقى سهل. روتين الخميس ده بالنسبه لي شيء اساسي جدا، كل اسبوع في رمضان او في غير رمضان باخد يوم كده سواء اربع او خميس، المهم ان هو يبقى يوم في اخر الاسبوع علشان انضف البيت تنظيفه عميقه كده، علشان استقبل باقي الاسبوع بقى على راحه. يبقى ايه ورايا تنظيف يومي كده، اشيل الحاجه مكانها، اروق كده من على الوش، ما اجهدش نفسي ولا بقى كل يوم ورايا حاجات كتير تتعمل، لا خالص بالعكس. يعني عايزه اقول لكم ان الصيام، ناس كتير على فكره زيي ان طول ما انتي صايمه قبل الفطار ممكن تهدي جبال، لكن لو بعد الفطار حد طلب مني كوبايه شاي ببقى مش قادره اقوم من مكاني. فسبحان الله، يعني الواحد الصبح كده من اول اليوم بيبقى عنده طاقه ما شاء الله يخلص كل اللي وراه، بس بعد الفطار بتحسي ان لا خلاص بقى انا عايزه اقعد دلوقتي، مش عايزه اعمل اي حاجه. خلصت الحمد لله الصلاه وبقت بتبرق كده، ورشيت المعطر وظبطت الدنيا، ودخلت بقى على الاوض واحده واحده كده اغير الملايات وامسح. بصوا ده الشيش عندي، الشبابيك عموما بمسحها مره في الاسبوع كده مع التنظيف، لو سبته اكتر من كده بتهيألي هصحى من النوم الاقي التراب فوق دماغي. يلا الحمد لله خلصت الملايات ورتبت الأوضة كده ونضفتها والدنيا بقت حلوة. والمعطر هو اللي بيخلي الواحد كده ايه، يحس بالنظافة من جوه ومن بره. على فكرة لو عندكم بخور ممكن تشغلوا بخور في الصيام عادي، مش حرام، بس اهم حاجة ما تروحوش عنده وتشموه، يعني هو استنشاقه للداخل هو اللي حرام. الحمام بيبقى اخر حاجة بعملها، لان ببقى خلصت ادوات النظافة وبغسلها كويس قوي، بعدين ابتدي اغسل الحمام. وطبعا بعد ما عالجت نفسي في البيت كان لازم اخد شاور كده كويس عميق، وبعدين عملت روتين بشرتي. منساش نفسي طبعا في وسط الهوجة اللي احنا فيها دي، ما تنسيش ترطبي وشك خصوصا في الشتاء. لو بتنسي ترطبي وشك او ايدك او ايا كان ممكن تحطي المرطبات في اماكن تاخدي بالك منها، يعني تكون على طول قدام نظرك كده علشان ما تنسيش. دي بقى واحدة حشرية كده محشورة في النص ملناش دعوة بيها، بتعمل روتين هي كمان، روتين صغنن كده على قدها. هنا بقى كان خلاص فاضل تقريبا ساعة ونص على الفطار. دخلت بقى ابتدي اعمل في الغدا، وعملت اسهل واحب اكله لينا عندنا في البيت اللي هو صينيه بطاطس. عملت صينيه، بصوا صينيه البطاطس بتاعتي بدعك كده البصلايه مع فلفل وملح، مش بحط اكتر من كده، وشويه زيت وادعكها كويس جدا. بعدين احط عليها شرايح البطاطس وشرايح الطماطم، مش بضرب الطماطم ومش بسبكها، يعني كده بتبقى خفيفه جدا وطعمها بيبقى تحفه بجد، جربوها سهله جدا. قلبتهم كويس مع بعض. ولو عندكيش شوربه ممكن تحطي ميه سخنه او تقلبي فيها معلقه صلصه، او ممكن تحطي ميه على مكعب ماجي مثلا. فكان عندي شوربه حطيتها عليها يعني كوبايتين كده، وسبتها تغلي على النار 3/4 سوا، وكانت الفراخ كمان استوت هي كمان 3/4 سوا، والربع الاخير ده يستووا الاتنين مع بعض علشان ياخدوا من طعم بعض. عايزه اقول لكم ما شاء الله طعمها كان تحفه. وبعدين خدت وش على الشوايه، وفي اللحظه دي كنت مفكره ان انا خلصت اكل ورايحه اقعد، كانت الساعه 5 افتكرت ان انا ما عملتش الرز، فعملت الرز كده بسرعه. وبعد الفطار خلصنا المواعين علشان ما يبقاش ورايا اي حاجه، وخدنا بعض وجرينا على تحت، قلنا نلحق نفسنا ونجري على تحت قبل ما الكسل يسيطر علينا. وبس كده ده كان يومي النهارده، اتمنى يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ولو مش مشتركين في القناه شرفوني باشتراككم. ما تنسوش ان الكومنت واللايك والشير كل الحاجات دي دعمكم بيفرق معايا جدا. وكل سنه وانتم طيبين.